مخدرات. يا ساتر، وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم يا خبر، ايه ده كله؟ امال بتقول انك ما اشتغلتش ازاي؟ اعمل لك ايه يا ست هانم؟ اعمل لك ايه؟ اذا كنت جايه تشتكي لي من ركوب الترماي مرتين في اليوم، مره الصبح ومره الساعه 2، وثلاث اربع جوابات بتسركيهم وورقتين للعرض على سياده المدير. لكن انا بتعب في الشغل يا مجدي. يا ستي هو في حد في الدنيا ما بيتعبش من الشغل؟ امال هم سموه شغل ليه؟ انا عارفه. عشان متعب. عشان متعب يا ست هانم. عندنا الاحكام يا ستي بيقسموها نوعين، احكام عاديه واحكام مع الشغل. ايوه، لكن الشغل في السجن غير الشغل بره. ايوه لكن النتيجه واحده، اهو كله شغل كله تعب. الدنيا كده ما فيهاش راحه ابدا. لكن انا بتعب من الشغل يا مجدي، وانت عارف ان كلها اسبوع بالكتير ويبقى عندنا طفل. هنعمل ايه بقى معاه؟ ولا تزعلي يا ستي، وقتها يحلها ربنا. يعني هيرزقنا بالعيل ومعاه خدامته؟ يا ستي يا ست هانم، لما يرزقنا ربنا بالعيل نبقى احنا نجيب له خدامه. طب وايه المانع اننا نجيب الخدامه من دلوقتي؟ يعني يا ست هانم انا مقصر في حاجه؟ ما انا مكلم 60 واحد على خدامه. عم رضوان البواب موصيه بقالي 3 اشهر، ام نعيمه الغساله موصيها بقالي سنه، الاسطى سليم السباك ما فتش عليه مره الا لما وصيته. لكن توصيتك ما جابتش نتيجه يا مجدي. يبقى ايه اللي في ايدي بقى عشان اعمله؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ لا، تعمل زي كل الناس ما بتعمل. بيعملوا ايه الناس يا ست وفاء؟ يقدموا طلب لنقابه الخدامين. اديني مقدم طلب من 6 اشهر. ياه، 6 اشهر ولسه ما ردوش عليك؟ يردوا عليا ازاي اذا كان طلبي واخد نمره 15601؟ 15600؟ و601 ده ولا سنتين على ما يوصلوا لنا. ده ان وصلوا. ده انا لسه الجمعه اللي فاتت سائل بالتليفون لقيتهم وصلوا للطلب رقم 309. يعني شوفي بقى لسه قدامنا طابور قد ايه. اسمع يا مجدي، انا عندي فكره. ايه؟ الحقيني. نعمل اعلان في الجورنال. اعلان في الجورنال؟ ايوه. والله هي فكره، بس هنقول ايه فيه؟ انت عارفه ان نقابه الخدامين شديده، والخدامه اللي تتظبط متلبسه بالعمل بدون اذن النقابه بيحولوها على النيابه عدل. عارفه، لكن احنا نقدر نتحايل على النقطه دي. ازاي؟ نكتب الاعلان بالشكل ده. مطلوب سكرتيره. الثقافه غير ضروريه. يستحسن في من تتقدم ان تكون ملمه بشؤون المطبخ